هنعمل ان شاء الله مع بعض كده السمسمية والفولية بأسهل طريقة ان شاء الله، وبمكونات ان شاء الله تكون موجودة في البيت. بس قبل ما نبدأ نسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا جبت كده 3 كوبايات من السمسم، وانا كمان كاتبالكم المقادير اهو يا جماعة عشان لو نسيت حاجة. 3 كوبايات من السمسم، كوباية من السكر، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، معلقة صغيرة من ماء الورد او الفانيليا، وعصير نص ليمونة. هنرفعه على النار، وهنجيب بقى السمسم نحطه على النار ان هو يسخن معانا، بحيث ان انت يعني ايه تقدري تستحمليه شوية. هنجهز بقى الصينية اللي هنفرد فيها. هنجيب كيس تلاجة وهنثبته الاول بنقطتين مية كده، وبعد كده ندهنه بالزيت. الكراميل بتاعنا كده هنختبره طبعا في شوية مية ساقعة، هنحط نقطتين، ولما تلاقيه اتكسر معاكي بيتكسر كده زي الازاز او زي التلج، يبقى كده خلاص خلص معاكي. خد معاكي اللون الذهبي الفاتح ده، هتنزلي عليه بربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو، هتقلبيه. اول ما يفور معاكي كده تنزلي بنوع المكسرات بتاعك ايا كان، سمسم، فول، حمص، عين جمل، لوز، بندق، اي نوع مكسرات عايزة تعمليه بنفس الطريقة واحدة يا جماعة. المكونات واحدة طبعا. انت لو عايزة تزودي الكمية هتزودي معاكي المقادير. وعايزة اقولك على حاجة كمان، خلي بالك وانتي بتعملي الكراميل لان لسعته وحشة جدا. ربنا يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله. هتفرديه كده في الصينية بسمك كويس جدا، وحاولي ان انتي يعني ايه تسويه كله، بحيث ان ما تبقاش حتة تخينة وحتة جنب تخين وجنب رفيع. فايه بعد ما فردتيه وظبطتيه وسويتيه كده، قطعيه وهو سخن. يعني الشغل بقولك هيبقى سريع جدا، كله هيبقى على السخن. قطعيه كده وسيبيه بقى لما يبرد خالص. لما يبرد خالص معاكي وينشف هتكسريه. هو ما بياخدش وقت خالص يا جماعة، والله كان ناعم وجميل جدا، وطعمه احلى من اللي بيتباع في الشارع. طعمه تحفة، طعمه كان جميل جدا. بألف هنا وشفا يا رب اللي كله. اهو بعد ما نشف معانا مش مستحمل. بصي بيتكسر بسهولة ازاي. انت هتعملي حاجة في البيت بكمية كبيرة هتبسطي بيها الولاد بنفس المقادير ونفس الطريقة برضو. هنعمل الفولية. هنحط طبعا الكراميل يتكرمل على النار، وهنجيب الفول السوداني هنحمصه تحميصة حلوة كده ان هو يبقى سخن. هنختبر برضو يا جماعة الكراميل. انا بكرر ليه؟ عشان ايه؟ التكرار يعلم الشطار. اول ما يتكسر معاكي زي التلج كده خلاص تعرفي الكراميل بتاعك استوى. هننزل برضو بربع معلقة صغيرة من البيكربوناتو، وهنقلبه كده. اول ما يفور معاكي تنزلي بالفول السوداني السخن، وتهدي النار. تهدي النار خالص زي الشمعة، وتقلبي لما الحبيبات كلها او الحبوب كلها تتغلف بالكراميل. واقولك برضو ارجع اقولك ما تطفيش النار وانتي بتقلبيه، هيقفش معاك على طول. بعد ما خلصتيه كده هنجيب طبعا الصينية اللي مجهزينها بالكيس التلاجة، وهتفردي بقى افرديه كله بسمك واحد كده. الحاجات دي يا جماعة والله لما بتتعمل في البيت بتبقى موفرة، ويعني مضمونة عن الحاجة اللي بتشتريها من الشارع او الولاد بيشتروها من الشارع. بتعمليها في البيت ضمنها، وضمنه نظافتها، وضمنه انت عاملاها ازاي وحاطه فيها ايه. مش الحلويات بس، الحلويات واي اكل الولاد بتشتريه من الشارع انت مش عارفه هو معمول ازاي. فحاولي تعملي ان انت ايه، تعملي كل حاجه في البيت. يعني احنا زي ايه، اعمليها في البيت وما تشتريهاش بالشكل ده. خلصت معانا الفوليه، ويعتبر الفيديو برضو بتاعنا خلص. لو الفيديو عجبكم يا جماعه، ما تنسونيش بلايك حلو، وبتعليق برضو حلو منكم او كومنت حلو منكم. وبألف هنا وشفا يا رب. بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.